رب صل على محمد عهد الورى منطقا وأصلا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على من بالتقى تحقا. يا صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل وتعوّن. يا رب صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل وافتح لنا خير كل هدى. يا رب صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبحانه الواحد الأحد الموجود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى وعظم شانه خلق الخلق بعلمه وطوى عليه العلم وبسط العلم مما كان فيه أكاد وأرسل عليه من أشهر خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق بالرجل الأزلي من خلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار سرته في عوالم السماء والغيوب صلى الله عليه وسلم. هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي بلغ من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيئة المحمود فتعطرت بوجودها أنهار الوجود وبرزت كل العوالم بها التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. الله عليه لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل ذكره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه بوجوده الثقلان وتنتشر أسره في الأكوان فما من سر تتصل به قلب منيب إلا من سواحل فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب السرور قد وتوالى بحبيب عمل أنا من ولا جل من شرف الوجود من نور ومر الكون بهجة وجمال صلى الله عليه على مقام وتنهى في مجده وتعالى لحظت العيون في مسألته بشر كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق العين ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الإنسان ما يعزو عن وصف اللسان ويهار بتعقله معانيه الجنان ذكر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود من الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آيات في الذكر الحكيم بالإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فقد فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الجنود بها اللسان أما الله الجنان من تصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين بسر ذلك عاد وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد
العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبرير خلقه من فرضه ونفله أرسل الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة التبشير سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل بأجل الصلوات وأجمعها وأتقى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بحقيقة الكمال وقام بحق الربوبية بمواد الحكمات لله وأتبع عليه غاية الإكمال صلى الله عليه فلا يتصل بأبوه مصلي عليه به فينبسط بقلب نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله لحزبه وعلى آله وصحبه الذين التقى صلته بقربه وتفيد بلاد شراب أجل بوده وحبه ما أدرى الأجوان بنصر ذكراه النصير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب سيدنا النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب يا سيدنا النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب قد مهلك المولى وسيم الرحيم يقول وجاهد في يومين لقاء عسير وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الخطيب شمس الهدى ولا بدوي يا سيدي النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب ربي الرحمن أكرم قريب عليه صلى إلهنا سجاع الدليل يا زاكرين الطريق الرلاح أنسى قصير وذكر طه إلى المولى أنا المنيب بذكر طه إلى الدعوى أجاب المجيب
بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين الذي خذوا بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مجهول بالعين. حاول وصل الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسباب الكريمة والبطون، فما من صلب الضامة إلا وتمت عليهم من الله النعمة، وهو القمر التام يتنقل في استقراره وبعض أظهر من سر هذا النور ما أظهر، وحسس به من حسس، وكان مستقرهم بالأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة باشر الآخر ونور حير الأفكار ظهوره وبهى، فتعلقت همة الراحم لهذه لأن في هذا القرطاس ما هو عليه من عجائب ذلك النور المعروف، وإن كانت الأصل لا تفي بمشرك من شان أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تخرب الأكلام عن شؤون خير العنان، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، وداعي التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتطوعان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقعد آله وقدر أن يخرج ما حركته في الأنام وحركته وصفتها الأرض المحبوب الكامل أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ لنا في شأن هذا الحبيب من أخبار الآثار بكتابته القرآن والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار، وتعالى أحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الأمة بهذه السورة.
عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أرى نبينا في خلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم موجودا بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم هذا النور المبين أسلم ربنا من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سبح عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمحمد الله محافظة على جهة الدرة وصونها صلى الله عليه كما ورد عنها حبا خفيفا تجد له طيبا صلى الله عليه منه وقرب وقت بلوغه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيمة وفضله فيه آثار المجد الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا اغفر لنا
سامعا لدعانا والصفا بمحمد يغفر لنا يا سامع لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله من أركت ريح الصلاة وصلاة الصفا بمحمد يغفر لنا يا سميعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنصر آلك بها الجدرات المبنونة والجرات المبثونة والقول كله ويمسي في سرور وابتهال بكرة تلك هذا الصراط والمتصوفة إلى البرود متصوفة إلى الكتاب الجواهر كنوده وكل ثابت بفريد نافق صفات العبارة مهنة بكمال البشارة وما من حملت في ذلك العام إلا تأتيها بلا بهدى من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم ولم تر السماء متضمن ورقة أطراف البريات وبرود من عالم الحفاظ عالم الدهور بعد تناقله في البطون والظهور وحضر الله بوجود وحدة تكريم وباسط بعالم الكريم مع التأكيد والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين ضرب وعد هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأبطار الجود إلهي على الجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا الموجود فانطلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذيعا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام
والصلاة
يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تزيد عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق خلقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا مرا رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه وسلم. لا خلق السحاب واللفظ على الجسد إذا دعاه المسكين إجابة معجلة صلى الله عليه وسلم. وهو الأب الشاب الرحيم باليتيم والأرملة وله معاصي القوية التي ترتعد منها فرائس الأدوياء من البلية صلى الله عليه وسلم. ومن نشره تعطر الطرق والمنازل ويأرب منفرد بعمله وخلقه بأشرف خصوصية البرية محمود إلا وهو المكتوب بوصف الحبيب وشأنه وله الأولى بمجده ومكانه أوصف قد تعالى مجدها أخذت على مجد السحاب وقد له في تدبير ما عفاده العلم من وقائم والنبي الكريم وحكاية مخلوق الله في هذا العقد الذي من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسنا مني عن عمرك عنة الأقدام في هذا المكان وأتى السلام على سيدنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن حتمك كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. ولما نظم الفكر من دراوي الأبصار في المحمدية الأولى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وبعي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرا وعلى باب أعزة تحد الرحال فتغشى منه القيودات الغامرة. صلى الله عليه يتوجه إليه لديك سيد المرسلين عبدك الصادق سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك
وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومنفعة قاسم ذلك في عبادك وسائر من كؤوس إرشادك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسبب مقام عظيم لنا في حركاتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن رعايتك صلى الله عليه وأن تبلغنا من بالقرب إليك وإلى حرز الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحمدك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تقيدنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز وأرنا بالعمل بطاعتك والصدق في حقك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين تختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Bismillahirrahmanirrahim.
الله محمد وعلى آل محمد اللهم يا دائم الفاتحة البرية يا صاحب المحدثية صل على محمد بن الرسولية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم اللهم بنا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر اللهم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin Allah, sebelum kita melanjutkan yasin dan tahlil, marilah kita bersama-sama sholat isya terlebih dahulu. Insyaallah lebih nyaman, lebih enak. Insyaallah imamnya bagian depan kali-kali. Yang belum ambil wudhu ada di teras samping itu ada kerananya, ambil wudhu fadhol gitu.